بسم الله. نحط الدقيق كمان. نحط عليهم ملعقة نشا، ملعقة حليب، أصغر ملعقة كمادة، ملح، نحرك المكونات والجعفر، حبة سودا، ونحرك. سوي حفرة في الوسط واختاري نوع السمن اللي تحبيه. أنا أحب الأصفر في الأكلات هذه، في ناس عكس لا يحبوا السمن الأبيض عادي. الموية وأحطها على العجينة. أشيل العجينة أحطها ترتاح. من جد تبي عجينة تفرح القلب، ترى على طول خليها ترتاح. أقل حاجة ساعة، ولو كانت أكتر حيكون مرة كويس. دور الحشوة، طبعا معروفة الحشوة هذه ترى تاخذ بصل كمان. بصل مو عادي، يعني كمية كويسة عشان تطلع الوصفة واضحة. هنطحن البصل. هتكون البهارات فلفل، ممكن تستبدليه بالفلفل الأسود، وكمون نطحن. المفروم عليه البصل، البهارات، خل. نحرك. بس قبل ما نحرك شوفي، إذا أنت حتخلي العجينة وقت طويل أو حتخليه، لا تخلطي إلا قبل ما تكوني حتحطيها في الفرن بدقائق. هذا الخلطة بالذات حقت الحشوة. خمسة نقسمهم. على الفرن. طبعا تولعين من تحت. حطيت الشطة عليها الكمون، حنبدأ الرز اليومش. خلصنا اليومش. في ناس كتير ترى يلخبطوا بين الفرموزة البخارية، وهم أبدا مو نفس الشيء. اليومش حاجة والفرموزة حاجة. فأتمنى إنكم تجربوه، إن شاء الله حتحبوه، أنا متأكدة ترى من كده. وعلى نوعيكم بالعافية. من الحرارة ماني قادرة ألمسه بإيدي، وقررت إني إيش أسوي بالشوكة عشان يذوق.